السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في صفعة قوية للمغرب وإسرائيل أربكت الحسابات والقواعد العسكرية، ولكن هذه المرة ليست من الجزائر فقط، ولكن من الشريك الثالث الأقوى في العالم. فقد أعلنت الصين عن نيتها الواضحة في الاستثمار في الجزائر مجددا، ولكن هذه المرة على الحدود الغربية، تحديدا في غارج بيلات، حيث يقع الذهب والحديد وعدة موارد طبيعية أخرى. وفي ذات السياق استقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب بمقر وزارته اليوم الأحد السفير الصيني لدى الجزائر ليجيان. وحسب بيان للوزارة، فقد ركزت المحادثات بين الطرفين على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، لا سيما في مجال المحروقات، من خلال مشاريع الشراكة الحالية والمستقبلية بين شركة سوناتراك الجزائرية والشركات الصينية الأخرى. كما استعرض الجانبان مدى التقدم في المشاريع المنجمية الهيكلية المنجزة بالشراكة مع الشركات الصينية على غرار مشروع استغلال مناجم غارج بيلات ومشروع الفوسفات المدمج. وذكر المسؤول الجزائري باستعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة. ومن جانبه أعرب السفير الصيني عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين شركات البلدين، مؤكدا على التزام الجانب الصيني بتعزيز وجوده في الجزائر خلال الفترة المقبلة. وفي الأخير، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.